السلام عليكم. اليوم حنخلي المطبخ ينور ويطلع ريحة أحلى ملوخية على أصولها. اليوم رح نعملها بالطريقة الملوكية اللي كل واحد بيحبها. في ناس بتحبها ناعمة مثل الحرير، وفي ناس بتحبها بورقها. جبنا الملوخية وغسلناها تحت المي وعرضناها تحت الشمس لحتى تجف، وبعدين نقيناها من الأعواد وصار وقت لتحضيرها. منحط معلقة سمنة بالطنجرة ومنحمصها شوي شوي لحتى تصير ريحتها تفوح بكل المطبخ. حمصناها وعدفعات حمصناها، ولا ننسى الثوم، هي من عشاق الثوم. نكون جهزنا الدجاج وصدورة الدجاج وحطيناها فوق طبختنا الطيبة. ولا ننسى الثوم المدقوق، الملح والكزبرة اليابسة لا تنسوها، هاي حتضيف نكهة خاصة للطعمة. وبعد ما جهزت طبختنا بصحن التقديم حطيناها، وبقطع الفلفل وشرايح الليمون لا ننسى نزينها. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا اللايك والاشتراك. سلام.